فيلا نبدأ اليوم الرابع. كنا هنبدأ بالامتحان ولكن هنقول كلمتين سريعا عن البايوكيمستري وخاصة الدايابيتس. مرض السكر من أشهر الأمراض اللي احنا قلناها كده، موجودة في العالم كله مش في مصر بس. لها علامات كتير وشبه ثابتة، ولكن في دليلين واضحين ما ينفعش ما يكونوش موجودين في أي مرض سكر أو أي مريض سكر. يجي عنده شكوى واضحة، ريقي بينشف وبدخل حمام كتير، أو يقول العكس إن أنا بدخل حمام كتير. فأنت بتسأله ريقك بينشف يقول لك اه. وهنا وقفة. ايه هي الوقفة؟ بسأله كده بشكل مباشر، لما بتدخل حمام كتير بتعمل يورين كتير وتحس ان انت ما عادش فيه في بطنك حاجة ومرتاح، ولا بتعمل حاجة بسيطة وتحس ان انت لسه فيه شوية بس مش عارف تنزلهم؟ طيب ايه فايدة السؤال؟ ان انت الحالة الاولى بتعمل كتير ومرتاح، يبقى انت عندك حاجة اسمها بوليوريا، يعني انتاج كثيف لليورين. ده سببه على الاشهر السكر وفي امراض اخرى، ولكن احنا هنتكلم النهارده عن السكر. طيب لو كان بقى بيدخل ويعمل شوية ويقطع زي ما كنا بنقول، او المصطلح الدارج يعني، طالما سيادته بيقطع يبقى عنده انسداد جزئي في مجرى البول. انسداد ايه؟ جزئي في مجرى البول، بيخليه يفضي شويه ويحوش شويه. طب بيفضي امتى؟ لما المثانه تتملى على الاخر، فتزود الضغط فيقدر ان هو يعصر فيطلع شويه، ولكن يا دوب بتفضي ربعها او نصها ويتبقى شويه تانيين، فيحس ان هو لسه عايز يعمل بس مش قادر فيطلع. بعد ربع ساعه او نص ساعه يرجع يدخل تاني، وهكذا. السبب الاولاني عرفناه بوليوريا، السبب الثاني مش عارفينه. دكتور عبد الرحمن كان ذكره امبارح سريعا كده، ان في التهابات في مجرى البول سواء صديد او املاح. ليه؟ ترسب كتير ومجرى البول اصلا ضيق فيسد جزئيا وعمل العرض ده. في سبب تاني ايه؟ سامعين كويس ولا في إيه؟ ماشي. السبب التاني والمشهور عند الرجال، لو هو فوق ال 40 او ال 50 سنه، بنقول البروستاتا. صح؟ البروستاتا دي غده موجوده حوالين مجرى البول، اول ما تلتهب بتعمل ايه؟ بتضغط على مجرى البول وتقفله. يبقى ده سبب مشهور وقوي جدا عند الرجال. خلاص. يبقى هتزود سؤال بس، في حرقان معاك في البول ولا عادي؟ لو قال لك عادي غالبا بروستات. لو في حرقان يبقى عنده املاح وصديد، وممكن يكون الاثنين. خلاص. يبقى ده الفرق المهم. بعد كده من الاعراض المشهوره طبعا عصبيه، بيعرق كتير، بياكل سكريات كتير، عنده دايما شره لاكل السكريات. طب ليه؟ ده السكر عنده عالي. هو عالي بس الجسم مش شايف ان عنده سكر لانه مش بيحرقه فمش بيستفيد. فالمخ طول الوقت عايز طاقة اللي هي المصدر الاساسي بتاعها سكريات، فيبعت اشارات للمعدة وللمراكز بتاع الشبع ان احنا عايزين ناكل. تمام. يبقى ده دي الاعراض سريعا. هنا الصورة دي مهمة وهتفرق معاك شوية، علشان طول ما احنا بندرس بنحتار او بننسى. هل نوع السكر الاول بيجي للاطفال ولا الكبار، والنوع التاني بيجي للاطفال والكبار، وبننسى. يعني انا عندي نوعين للسكر، تايب 1 وتايب 2. تايب 1 ده يعني رقم واحد، يعني الرقم الصغير، يعني يجي لمين؟ للصغيرين عشان ما ننساش. تايب 2 ده رقم 2، يبقى ده الرقم الكبير، يبقى بيجي لمين؟ للكبار علشان ما ننساش. وبالتالي الاطفال الصغيرين الحلوين دول هل بيعرفوا يبلعوا حبوب؟ لا، يبقى ياخدوا حقن انسولين. طب الكبار الحلوين دول بيعرفوا يبلعوا حبوب؟ يبقى ياخدوا حبوب. خلاص، حد ينسى المعلومه دي؟ الدنيا زي الفل اهي. طيب هل انا فعلا اصلا بديهم حقن عشان مش بيعرفوا يبلعوا الحبوب، ولا دي حركه عشان ما ننساش؟ عشان ما ننساش، لكن السبب الحقيقي انا بديهم حقنه فيها انسولين لان هم ما عندهمش ما عندهمش انسولين. فهيحفز انتاج الانسولين ازاي، ولا هيسهل شغله ازاي؟ مفيش اصلا انسولين اديله حبوب عشان يشتغل، فبالتالي مضطر اديهم الانسولين من بره في صوره حقن، علشان حتى الان لا يوجد مستحضر دوائي للانسولين غير غير الحقن. خلاص كده. طب الكبار بياخدوا حبوب ليه؟ عشان عندهم انسولين ولكن مش شغال. مش شغال ليه بقى؟ علشان عنده حاجه تسمى بمقاومه الانسولين. سمعنا عن مقاومه الانسولين؟ اللي سمع يرفع ايده كده. طب كويس، يبقى دي حاجه مشهوره واحنا معظمنا عارفينها. هي مصطلح يعبر عن ببساطه خالص ان عندي انسولين كتير، ولكن انسولين زي صاحبك الرخم كده. ازاي؟ تخيل انت عندك صاحب او صاحبه رخمه، كل شويه جايه لك البيت وتقعد عندك بالثلاث اربع ساعات، صحيك الساعه 7 الصبح عايزين تفطروا مع بعض، تيجي لك العصر، طب ما تيجي نذاكر، طب بالليل انت ما بتروحيش اصلا. فهتعمل ايه في تاني يوم؟ ولا انت هتعمل ايه في تاني يوم او بعد ايام يعني؟ هتعمل نفسك مش موجود في البيت، هتعمل حجج وهكذا. الخلايا بتعمل نفس الكلام ده مع الانسولين. انت زهقتني، كل شويه تاكل سكريات والانسولين يجي السلام عليكم ويقوم مخبط وداخل في قلب الخليه كده من غير ما ما يستاذن.
فبالتالي الخليه بتطور نفسها ان هي ما تفتحش الانسولين ده خالص، تقول له روح روح ما عندناش النهارده. تمام. طب صاحبك ده لو كان معاه المفاتيح بتاع الشقه اتغير الكالون، يبقى اتغير الريسبتور اصلا، التركيب الكيميائي بتاع المستقبلات بيتغير اساسا. وبالتالي هنا هتقع في مصيبه ان انت ولا الانسولين بيشتغل بشكل كافي ولا بشكل زايد اصلا. فهيعمل ايه او ايه اللي هيحصل؟ طول الوقت المخ ما عندوش معلومه ان انت بتاخد سكريات، فيزود طلب السكر، فيعمل ايه؟ يزيد شراهتك للسكريات، ويزيد افراز مين؟ الانسولين، علشان يحرق كل السكر ده. مظبوط. فهيحصل ايه بقى كده؟ تخيل معايا في التحليل، لو جيت تحلل انسولين لده ولده، هتلاقي الانسولين في تايب 1 عامل ازاي؟ قليل، ما بيصنعش اصلا، البنكرياس ما عندوش. لكن في صاحبنا ده هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عالي في الغالب، وفي اسوأ الظروف يبقى نورمال يعني. تمام. يبقى دي القصه باختصار. تايب 1 رقم الصغير بيجي للاطفال، تايب 2 الرقم الكبير بيجي للكبار. تايب 1 اللي هم الاطفال الحلوين دول ما بيعرفوش يبلعوا حبوب، فاضطر اديهم حقن. تايب 2 دول كبار وبيقدروا ياخدوا الحبوب اللي بتحسن من كفاءة الانسولين وبتحسن من شغله وبتعرفه على الكالون او الريسبتور الجديد ده، وتقدر تدخله مين؟ تدخله الخلايا. ولكن صاحبنا المريض ده لو لقى نفسه اتحسن وكمل يعك في الاكل وياكل سكريات كتير، هيحصل ايه؟ كل الادويه هتفشل واحد ورا التاني، هتبوظ كل الخطط. تمام. انت كده بتعمل ايه؟ تنكر لشكل الانسولين. بتروح تخبط وانت مغير له مثلا، حاطط له ميك اب مثلا. تمام. فالخليه ما تعرفش ايه ده، مركب جديد، اهلا بيك. فيطلع الانسولين. هتكتشف انت ان الانسولين لو عمل نفس التصرف بتاع الانسولين السابق، صح، فضل يجي كتير كتير، فهتعمل ضده ريزيستنت وهكذا. ففي الاخر هيضطر فين؟ ان هو يتفاجئ ان مخزون الانسولين اللي عنده في البنكرياس خلص. ربنا خلقه بانسولين يكفيه 70 سنه، هو خلصه في كام؟ في 40 سنه. هيقعد يعمل ايه بقى؟ اديله حبوب تاني ولا هيرجع ياخد انسولين زي الصغار؟ هيرجع ياخد انسولين. فلذلك احيانا بتلاقي الكبار بياخدوا انسولين لانه استنفذ كل ايه؟ كل الانسولين المخزون عنده. خلاص كده سهله القصه دي. يبقى ده تايب 1 وتايب 2 بكل بساطه، لو تخيلت السايكل بتاعته مش هتنساه اصلا. حد فاهم حاجه ولا احنا بادئين مش حلو؟ فاهمين يعني؟ طيب هنا بشخص السكر ازاي؟ في تحاليل مشهوره موجوده في المعمل، وهم الاربعه اللي قدامنا دول: سكر صايم، سكر فاطر، سكر عشوائي، سكر تراكمي. بالمعلومة العامة كده، مين أفضل نوع لتشخيص السكر؟ السكر التراكمي. لماذا؟ بيحلل السكر إيه؟ لمدة 3 شهور. أصلا هو اسمه العلمي هيموجلوبين سكري، يعني هيموجلوبين مرتبط بإيه؟ بسكر، صح؟ طيب ما أنا عندي كرات الدم الحمراء اللي جواها الهيموجلوبين بتعيش في الجسم قد إيه؟ 4 شهور. فقال لك يا عم على أسوأ الظروف هتعيش 3 شهور، يبقى خلينا نعتمد إن ده بيديني مؤشر عن طبيعة أكلي للسكريات لمدة 3 شهور. حلو؟ حلو. طب ده هيفيدني فين؟ إن هو من الآخر لو وقعت في مريض صايع ومخضرم ومدقدق في الشغلانة، بيحب يشتغلني ويشتغل نفسه ويشتغل الدكتور ويعمل الآتي، أنا بعمل إيه؟ هو استنى، أنا هقول لك أهو. هو دلوقتي مريض عنده 50 سنة وبقاله 25 سنة ولا 20 سنة بياخد علاج للسكر، ومتعود على دكتور معين ومرتاح معاه. الدكتور ده بيقول له هتجيلي كل شهر قبل ما تيجي تعمل لي سكر صايم وفاطر عشان نشوف العلاج ظابط معاك ولا محتاجين نعدل جرعات أو نزود لك وكده. تمام؟ تمام. فالراجل ملتزم ويسمع كلام دكتوره. يجي يعمل ايه سيادته؟ هو معايا في المعمل بقاله برضه 10 سنين ولا حاجه، ومع الدكتور ده بقاله 20 سنه، وفاهم دماغ الدكتور انه لو راح له بتحاليل بايظه الدكتور هيهزقه ويقول له ان انت السبب وعمال تعك في الاكل والدواء ملوش ذنب، ويطلع من عنده ايه؟ شكله وحش يعني. ولو طلع برضه السكر عندي عالي هبص له نظره اتهام، انت ليه يا حاج بتعمل في نفسك كده؟ فهو قرر ان هو يلعبها بالصياعه. انت يا دكتور عايزني اصوم في السكر الصايم ده كام ساعه؟ حد يقول؟ 6، من 6 ل 8. من 6 ل 8. الكتب بتقول من 6 ل 10، يعني متوسط 8، وده المشهور. تمام. يبقى لو جالي صايم 6 ساعات مقبول، لو جالي صايم 10 ساعات مقبول، والاحسن ان انت تبقى في الوسط اللي هو ال8. خلاص. فالحاج مش هيجي يسالك النهارده، هو عارف المعلومه دي من بدري. فيقوم عامل ايه؟ هو يقوم جاي النهارده المغرب يتعشى، يقفل على الاكل بقى كده خلاص الساعه 6 المغرب، ويفضل صايم لتاني يوم الساعه كام؟ الساعة مثلا 9 الصبح ولا 10 الصبح. فتلاقيه صايم فعليا 16 ساعة وجاي لك المعمل وهو متفائل وواثق في نفسه وعارف ان هو ايه؟ مش هينكشف. فيجي يقول لك يلا اسحب لي الصايم.
صايم يا حاج كام ساعة؟ يقول لك 7 ساعات ونص. انت ظابطهم بقى، يقول لك بص بالساعة بالدقيقة. طب ممتاز، يلا نسحب. سحبنا العينة وهتقول له ايه؟ تروح تاكل كويس اكلك العادي خالص اللي انت بتاكله كل يوم، وتحسب لي ساعتين من بداية الاكل ولا من نهايته؟ بعد الاكل. حد هنا يقول حاجة تانية؟ طالما بسأل سؤال غريب يبقى هي الإجابة الأغرب، صح؟ يبقى من بداية الأكل. الفكرة فين سريعا؟ بمجرد ما أحط الأكل في بقي بيبدأ الامتصاص من الأوعية الدموية اللي تحت اللسان. سمعنا إن في أنواع حبوب بتتحط تحت اللسان زي حبوب الذبحة الصدرية. تحط ليه؟ لأن ده أقوى مكان بيمتص الإيه؟ الأكل أو الشوربة أو أي أدوية. فبمجرد ما أنت تبتدي تاكل السكر بيبدأ يدخل الجسم. فالفكرة إن في مننا اللي بياكل في 5 دقايق وفي مننا اللي بياكل في ساعة، صح؟ تخيل ان انت قاعد تاكل في ساعه في ساعه في ساعه وبعدين بدات تحسب ساعتين بعدها. طب انت اكلت النشويات في اول الاكل ولا في اخرها؟ طب انت حليت مش عارف كذا ولا ما حليتش؟ هيبقى الموضوع مش منضبط. فانا عايز اول ما تبدا تعامل مع الاكل تعد الايه؟ الساعتين. يبقى تعود مريضك يعد الساعتين من بدايه الاكل. خلاص متفقين؟ فانت هتنبه عليه يعد الساعتين من بدايه الاكل، ويجي لك قال لك يا باشا اوامر. يوم رايح هات يا بنتي يلا ايه طبق الفول اللي انا متعود عليه. تمام. صاحبنا اصلا كل يوم بيفطر حلاوه طحينيه وعسل اسود وعسل ابيض، وبعدين يحبس بكوبايه شاي 7 معالق سكر. بس هو النهارده قرر ايه؟ انه يبقى هيلسي. هاتي بقى طبق الفول اللي انا متعود عليه. فهي تبص له كده، طبق فول ايه؟ حاضر. جابت له طبق الفول ربع رغيف بقى، عشان انت عارفه ان انا ايه مخفف اكل الفتره دي. انت بتاكل ربع رغيف يا حاج؟ لا انت ايه، انت مش عارفاني ولا ايه؟ قالت له انت عندك تحليل؟ اه انا عندي تحليل. خلاص فهي فهمته. جابت له ربع الرغيف كل اللقمتين وقام قايل لك ايه؟ يا سلام الحمد لله، انا اصلا اكلتي خفيفه ومظبط دنيتي وكده شبعت خالص. انت متاكد؟ انا تمام. ويجي لي المعمل بعد الساعتين زي ما قلت له ويحلل فيلاقي ان السكر الصايم طالع مثلا 85 وهو الطبيعي من 70 ل 110. في حاجه احسن من كده؟ 85 ده نورمال، النورمال مش مريض سكر ده اصلا. نيجي نحلله الفاطر يطلع مثلا ايه 115 ولا 120، والطبيعي في الفاطر ما يعديش 140. في حاجه احسن من كده؟ هكون فخور بمريضي ولا لا؟ الدكتور لما اروح له هيقوم ياخدني بالحضن ويرقص معايا سلو ولا لا؟ هيبقى مبسوط جدا، هقتنع ان هو دكتور عبقري وان المريض بتاعه ملتزم. تمام. فهنا الراجل كتر خيره وصل ان هو يبقى مبسوط ويخليني انا كمان اعمل مبسوط والدكتور مبسوط، يعني بيعمل خير اهو، صح؟ هو بقى على الجانب الاخر بما انه مريض صايع واحيانا الدكاتره بتهرش الحركه دي، فتقول له بقول لك ايه، انا مش مطمن لك، انت اصلا جاي لي وعندك خراريج في رجلك والدوره الدمويه مش احسن حاجه، وريحتك اساسا يعني كانها ايه الفاكهه الحمضانه اللي قلنا عليها دي، في اسيتون كده ايه في ريحه عرقك كلها. يعني قصدك ايه؟ قال له قصدي ان انت زي الفل بس روح اعمل لي التراكم. صاحبنا يروح يعمل التراكمي اللي المفترض في الطبيعي ما يعديش 5 7، وفي مريض السكر لو هو مظبط اكله ما يعديش السبعة، السبعة الصحيح، لقيناه 11 ونص. هنا يعمل إيه الدكتور؟ يقلع اللي في رجله ويضربه خلاص على طول. طب انت بتعمل كده ليه يا حاجنا؟ مش عايزك تزعل. يعني مش عايزك تزعل، انت بتموت اصلا. انت كده بتعمل التهابات في الاوعيه الدمويه اللي هي الشرايين اللي بتغذي الشبكيه في عينك هتضرب، اللي بتغذي الكلى هتضرب وهتروح في داهيه. فيبقى مين اللي بيكشف الحركه دي؟ هو السكر التراكمي. عشان نبقى عارفين طبيعته اقل من 5 و7 نورمال، اعلى من 6 ونص فيما فوق كده عنده سكر. امال اللي بين ال5 و7 وال6 ونص دول ايه؟ اي تحليل سكر هتشوفه على السبوره هنا او على السلايد دي هو بيمر ب3 مراحل، يا اما اقول لك ان انت طبيعي، يا اما اقول لك ان انت عندك سكر، يا اما اقول لك ان انت لسه بين وبين. يعني ايه بين وبين؟ يعني عندك مقاومه انسولين. تمام. يعني التحاليل العاديه ممكن تقول لي مبدئيا اذا كان عندي مقاومه انسولين ولا لا. كويس. احسن حاجه فيهم تبين لي القصه دي هي مين؟ السكر التراكمي هو اللي بيقول اكتر. يعني ليه؟ الريشيو بتاعه معروفه، اقل من 5 و7 نورمال. طب من 5 و7 لحد ال6 و4، وركز في الرقم ده، 6 و4 يبقى عندك ايه؟ ريزيستنس او مقاومه انسولين. لكن لو عديت لو او جبت 5 ونص فيما فوق يبقى انت عندك سكر لا قدر الله. وبالتالي انت بتشوف هنا الفرق بين ده وده 1/10. يعني لو طلعت التقرير ان انت 6 و4 قلت له ان انت عندك مقاومة انسولين وعندك فرصة تظبط اللايف ستايل بتاعك، تقلل نشويات، تخس في الوزن وتعمل شوية رياضة، مش هتحتاج تاخد علاج ومش هتصبح في المستقبل مريض سكر. لكن لو قلت له انت عندك او التراكم بتاعك 6 ونص، قلت له ايه؟ قلت له في وشه ان انت بقيت مريض سكر ولازم تاخد علاج.
فالفرق هنا رقم واحد او كسر من 10، فلازم تكون شغلك مظبوط بالملي ولا لا؟ لازم يكون مظبوط بالشعره كمان. تمام. طب نرجع للتحليلين اللي فاتوا دول. انا قلت الطبيعي في الصايم من 70 ل 110، ولكن لو جاب 126 فيما فوق يبقى عنده سكر. ولكن بقى من 110 لحد 100 لحد 125 فهو بري دايابيتك او مرحله قبل الاصابه. تمام. برضو الفرق بين ده وده ايه؟ واحد بس. لو لحد 125 عندك فرصه، بقيت 126 اصبحت مريض سكر خلاص. طب البوست برانديال قال لك لحد 140 طبيعي، من 141 ل 199 قبل الاصابه، ومن 200 فيما فوق فانت ايه؟ مريض سكر. ما تحفظش دلوقتي، هعرض لك تشارت كده اصفر وجميل، هتاخده صوره وتخليه معاك في جيبك. خلاص فيه الايه؟ فيه التلخيص ده كله. يبقى انا عندي هنا ببساطه اللي عايزك تطلع منه بالكلمتين دول، ان انا عندي ثلاث مراحل لتشخيص السكر او للارقام اللي طالعه بتاعه السكر: يا طبيعي، يا دايابيتك، يا بري دايابيتك. طب ايه مصير البري دايابيتك؟ ان انا بكتشف بدري ان المريض ده عرضه للاصابه بالسكر، ومن هنا لازم اقول لك اعراض مقاومه الانسولين. حد يقولها لي بما انها مشهوره؟ حد يرفع ايده كده ويقول. اتفضلي. زوائد جلديه، تجمع دهون في اماكن معينه، ماشي. اصفرار ولا اسمرار؟ اسمرار الرقبه والمناطق الحساسه والاماكن بتاعه الاحتكاك. بدول اشهر ثلاث علامات: زياده في الوزن عموما، اسمرار في منطقه الرقبه او تحت الابط او في الاماكن اللي فيها احتكاك بين الفخذين يعني مثلا. الحاجه الثالثه زوائد جلديه. تمام. طيب زوائد الجلديه دي بتكون فين؟ في الرقبه او بين الكتفين. عارفين انتوا الصمت؟ حاجه بتتسمى الصمت كده او زوائد جلديه في المنطقه دي، يعني ساعات بتتسمى بالمصطلح ده. لو في معاها الاعراض التانية فانت بتشك ان فيه مقاومه انسولين. خلاص. طب ايه بقى السكر العشوائي؟ السكر العشوائي من اسمه عشوائي، بعمله في اي وقت. لا بسالك كلت ولا ما كلتش، هتعمله امتى الصبح ولا بالليل، مش تفرق. هي هبت في دماغك تحلل سكر، هقول لك ايه؟ انت بتعمل سكر عشوائي. النورمال لحد 200، فوق ال 200 يبقى عندك سكر. خلاص. طيب ايه احسن حاجه في دول الاربعه؟ احنا قلنا التراكمي. طب لو المريض ده معهوش ثمن التراكمي اللي هو غالبا بيبقى اغلى شويه، متوسط سعره 150 ل 200 جنيه مثلا، ممكن يوصل لحد 500 عادي. التانيين دول ارخص، بيبقوا 30 40 جنيه 50 جنيه مثلا الواحد. والثلاثه بنشتغلهم على جهاز الكيمياء بنفس الطريقه. تمام. وبشوفوا الفيديو برضه. الفكره ان الثلاثه التانيين دول لازم اشتغل اتنين منهم على الاقل او نفس التحليل مرتين عشان اتاكد اذا كان مريض سكر ولا لا. يعني لو طلع في المرتين عالي يبقى مريض سكر. تراكمي لا، لو عملته مره واحده وطلع عالي فهو كده مريض سكر على طول. تمام. وعشان ما ننساش، طبيعي ان انا مش هخليه يعيد التراكمي اللي هو اغلى، فهو اقوى في التشخيص. ولكن الارخص دول ممكن اشتغلهم اكتر من مره، او لازم اشتغلهم اكتر من مره عشان اتاكد اذا كان مريض سكر ولا لا. مفهومه كده؟ حد فصل مني ولا ايه؟ تمام. ماشي. 400. 400 ده عالي جدا. مفترض قلنا العشوائي ما يعديش ال 200. 400 ده عالي جدا. لو فوتت بقى يوم وجيت تحلل بكره تاني وطلع العشوائي برضو اكتر من 200 يبقى انت مريض سكر 100%. تمام. لكن المهم يكون الجهاز مظبوط. الوان تاتش مش دايما بيكون مظبوط، عشان تخلي بالك ده في الصيدليه. طبيعي ان هو بيعلي شويه عن جهاز المعمل، طبيعي عشان بتاخد من ايه؟ من الكابيلاري او من الاوعيه الدمويه اللي بين الوريد والشريان. فالسكر ما اتحرقش قوي فبيديك ايه؟ قرايه اعلى شويه. لكن ما يبقاش اعلى بكتير، يعني 15 20 درجه كده. لكن احيانا الجهاز نفسه بيخرف. شفنا حاله كده كانت محلله في المعمل، طالع هاي اللي هو مش عارف يقرا، اللي هو اعلى من 500. اشتغلنا عندنا لقينا 150. فهو كان الجهاز بطاريته فيها مشكله وقرا غلط. تمام. طيب حد سمع عن سكر الحمل؟ هنرجع له بسرعه دلوقتي بعد ما تشوفوا التشارت ده. التشارت العظيم اللي انا بحبه بصراحه، بيلخص لك اهم ثلاث تحاليل في السكر. واللون الاخضر ده معناه انه طبيعي، الاصفر ده معناه انه بري دايابيتك او مرحله قبل الاصابه، واللون الاحمر معناه انه اصبح للاسف مريض سكر. تمام. طيب نبدا بالتراكمي. يبقى طبيعي لو 5 و7، لو اقل من 5 و7. طيب يبقى مرحله قبل الاصابه امتى وعنده مقاومه انسولين؟ من 5 و7 لحد 6 و4. طب يصاب بالسكر امتى؟ لو جاب 6 ونص فيما فوق. خلاص.
طيب اللي بعده الصايم. هنا انا كاتب لك 99 لان ده الريفرنس العالمي، لكن في مصر لحد دلوقتي شغالين لحد 110. تمام، فانت تبقى عارف ان ده 110. طيب هنا من 100 ل 125 او من 110 بقى لحد 125 مرحله ايه؟ قبل الاصابه. طيب لو طلعنا لفوق شويه ولقيناه 126 فيما فوق، يبقى عنده السكر على طول. تمام. طيب البوست برانديال بقى طبيعي تحت ال 140، من 140 ل 199 قبل الإصابة، فوق ال 200 يبقى إيه؟ الإيه؟ الأخير ده الفاطر. أنا ما كتبتش العشوائي هنا عشان هو مش دقيق قوي. تمام، وما انصحش إن أنت تكرره. المفترض لو لقيت بقى السكر عالي العشوائي تعمل صايم وفاطر مع بعض، عشان لو لقيت الاتنين عاليين يبقى تشخص، يا إما تدخل على التراكمي على طول على حسب الإمكانيات اللي معاك. ماشي. وللاسف يعني انت لو لقيت الصايم والفطر عاليين لازم تعمل تراكمي عشان تحدد انت في انهي مرحله، ولو لقيت التراكمي عالي لازم تعمل الصايم والفطر عشان تبدا تحدد جرعه العلاج الصباحيه وهتحتاج مسائي كمان ولا لا. ماشي، بس احنا بنقول ايه التشخيص المبدئي. كده التشارت واضح، كله صوره او مستني الداتا بتاعته على الجروب يا ده يا ده. حتى الان كده اللي مستوعب معايا يرفع ايده عشان ما اسرحش منكم بس. طيب كويس، يبقى انتوا لسه كويسين. كلمتين عن سكر الحمل. سكر الحمل من اسمه هو بيجي للمرأة الحامل بسبب الله أعلم، بيتعالج بإنسولين ولا حبوب؟ لازم إنسولين، ولازم نعالجه على طول، علشان لو سبته أو سبتها من غير علاج بيحصل إيه؟ تسمم حمل، أو بمعنى أبسط أنا بيحصل لي مشاكل مع الجنين. الإنسولين يا شباب هو هرمون نمو. هو إيه؟ هرمون نمو. يعني إيه؟ يعني بيساعد الجروث هرمون في النمو. يبقى كده بيدي مجهود مضاعف ولا لا؟ بيدي مجهود مضاعف. وبالتالي لما يعلى عند الناس اللي عندهم مقاومة انسولين يتخنهم، صح؟ ويعمل زوائد جلديه، لان بيحصل نمو اصلا في خلايا الجلد، فبيحصل ايه؟ الزوائد الجلديه. وبينبه خلايا الميلاتونين عشان تطلع لي صبغه اغمق او اكتر في المناطق دي، فبيعمل لي غمقان. فهو تفسيره ان هو هرمون نمو. بيجي يعمل ايه بقى في المراه الحامل اللي ربنا يعافيها ويعافي البيبي بتاعها؟ مين اللي عايز ينمو دلوقتي؟ البيبي. فيروح بدل ما الواد يتولد بتاع ده 2 كيلو ونص ل 3 ونص في النورمال، لا ينزل اللهم صل على النبي كده ايه، عيل في اعدادي. يعني هو ينزل بشنب اعدادي على طول. تمام. ويقول لها ماما انا عايز اتجوز عادي خالص. فدي مشكلته ان هو بينزل البيبي قد كده، اللي هي الام ايه مش عارفه تفرح ولا تعيط. طبعا هي تفرح عشان حجمه يعني وفر عليها، مش هيستهلك لبن كتير مثلا، خلاص هو نازل خلاص هياكل على طول. الفكره بقى ان اللي يزعل ان بيحصل له اصلا مضاعفات جوه، حجمه كبير والرحم صغير، هيحصل ايه؟ ممكن يموت، ممكن رقبته تتلوى، صح؟ طب لو كمل لحد الولاده بيبقى في تعثر رهيب في الولاده، هي بتزلط الاتنين ونص كيلو بالعافيه. هتطلع ده ازاي؟ عايزين يقشروها من عليه بقى. تمام. فالموضوع فعلا بيبقى مقلق. المصيبه الاكبر ان هو لو نزل بالسلامه بنسبه كبيره بيصبح ايه؟ مريض سكر. تمام. في ناس بتعدي طبعا، ولكن لو حصل له ايه؟ هو لو حد بيكلمني يعني بيعلي الصوت عشان انا مش شايف. طيب، فدي مشكله السكر الحمل. بشخصه ازاي؟ يا اما بالتحاليل السابقه، يا اما عشان نكون واضحين بنعمل حاجه اسمها منحنى السكر. تمام، جلوكوز توليرانس تيست. منحنى السكر للاسف هو تحليل مهم جدا، وهو فيصلي في اي حاله تحيرك في التشخيص، وخصوصا حاله الحمل. تخيل معايا واحده لسه حامل وظهر لها شويه اعراض للسكر، وبعدين جيت اعمل التحاليل العاديه لقيتها محيره. ما هو التراكمي بيعلى خلال 3 شهور، هو لحق؟ ما لحقش. اجي اعمل الصايم والفاطر مره يطلع عالي ومره يطلع نورمال، ما اناش فاهم هو في ايه. فبضطر ان انا اشتغل زي كتاب ما بيقول. الكتاب بيقول ايه بقى؟ ان الانسان الطبيعي لما يبقى صايم من 6 ل 10 ساعات واجي اديله 70 جرام سكر، المفترض يحرق ال 70 جرام دولت خلال ساعتين يكون اقل من 140. صح كده؟ الفكره ان احنا في التحليل الروتين بقول لها روحي كلي وتعالي، فيا اما تتخض وما ترضاش تكتر عشان التحليل يطلع عادي يعني كويس، يا اما ان هي اصلا اكلها ما فيهوش ال 70 جرام، يعني ما بتاكلش السكريات في وجبه الفطار، فانا كده مش عارف اكشفها. والتراكمي زي ما قلنا ما خدش وقته الكافي عشان يعلى. فبقول لها خلاص انت تصومي من 6 ل 10 ساعات وتجيلي المعمل الصبح، تستريحي 5 دقايق عشان المجهود والادرينالين والحركه ده ساعات بتعلي السكر شويه، تقعد تستريح 5 دقايق واسحب لها عينه الايه؟ الصايم، كويس؟ ويبقى عندي السكر المعملي اللي هو عندي زي البودر كده مستحضر معملي، واقوم مدوب السكر ده على كوبايات ميه اللي هي حوالي 3 4 كوبايات. تشرب الكميه دي خلال وقت قد ايه؟ 5 دقايق بس. تمام.
الكتاب بيكمل بقى وبيقول ان انت تسحب منها كل نص ساعة عينة دم لمدة 3 ساعات. كده تخيل معايا او عد معايا كده سحبنا كام عينة؟ 5. انا مش عشان عملت كده يبقى 5. 6 غير السكر الصايم اصلا، يبقى كده 7 صح؟ هل في مريضة مصرية هتخليك تشكها 7 شكات؟ صح؟ صعب قوي. فاحنا غيرنا اللي الكتاب بيقوله بما اننا في مصر وقلنا لهم ايه؟ خلاص يا عم، انت دلوقتي هتجيلي نسحب الصايم، تقعدي معايا تشربي الميه بسكر، واسحب لك كمان ساعه وكمان ساعتين، يبقى انا شكيت كام شكه؟ 3 شكات بس. بعد ساعه المفترض ما يعديش 175، بعد ساعتين ما يعديش ال 140. بتشخص بتشخص. تمام. فدي فكره ايه؟ منحنى السكر لو جات لك في يوم من الايام او حصل ان انت قابلت حد حامل وعنده اعراض السكر. مفهومه؟ مفهومه ان شاء الله. اخر حاجه بس هقولها لكم يلا عشان ندخل في اللي بعده. مقاومه الانسولين عشان نقفلها خالص. ايه قصتها؟ انا قلت لك دلوقتي ان مقاومه الانسولين ممكن تكتشفها من التحليل العادي ولا لا؟ ممكن، ولكن هو ما اتصنعش قوي او ما اخترعش قوي عشان يشخص لك المقاومه. ففي تحليل بيتعمل بشكل مباشر اسمه هوما اي ار. اسمه ايه؟ هوما اي ار. الهوما اي ار هي معادله بتتعمل بين الانسولين الصايم والسكر الصايم، وبالتالي العيان بيجي لك صايم من كام ساعه لكام ساعه؟ من 6 ل 10 ساعات. نفس الطريقه، واسحب له العينه واشتغل السكر الصايم واشتغل الانسولين الصايم واعمل بينهم المعادله دي ويطلع لي النتيجه. تمام. النتيجه عندي الاصل ما تعديش 1.9 من 10. لو تحت ال 1.9 يبقى انا طبيعي. لو فوق ال 1.9 بدأ يبقى عندي مقاومه لحد 2.9. دي مقاومه بسيطه، معناها ان انا في الاول، معناها ان العلاج بتاعها اسهل، اللي هو تظبيط اللايف ستايل، لعب الرياضه، انزل في الوزن. في خلال شهر بالكتير بتكون الدنيا بقت ايه؟ زي الفل. طيب لو عديت ال 2.9 كده انا عندي المقاومه ازيد شويه، يبقى انا بقى لي فتره عندي مقاومه انسولين وانا مش واخد بالي خالص. تمام. تسلم. اليانسون شكرا. حد يشرب ينسون؟ مش بقى الصحه في النازل فلازم ايه. تمام. يبقى انا لو فوق ال 2.9 معناه ان الموضوع عندي بقى اصعب شويه، ولكن ليك فرصه ان انت ترجع للطبيعي. طبعا ليك فرصه. الفكره ان احنا بنمشي على لايف ستايل معين، واحيانا بقى لو انا فوق ال 2.9 والدكتور شايف ان انا جسمي مش هينزل بسهوله، بقوم كاتب لك العلاج بتاع السكر العادي خالص اللي هو الحبوب، كنوع مساعد لايه؟ لتقليل الانسولين او لتحسين شغله، لحد ما ترجع للنورمال وتبطل ايه؟ علاج سكر. يبقى السؤال هنا، هل في مريض سكر بيبطل علاج؟ في. بس مش اللي بياخد انسولين. تمام. يبقى مريض السكر اللي عنده مقاومه ممكن يبطل علاج حتى لو هو عنده سكر اصلا، بس رجع يخس وعمل حاجه شبه الكيتو دايت مثلا. كيتو دايت جاب نتائج هايله جدا مع مرضى سكر كتير اعرفهم شخصيا، بعد ما كان التراكمي 11 و12 نزل ل 4.5. تمام. بس طبعا بمجرد ما يرجع ياكل كربوهيدرات تاني ويبوظ الدنيا بكميات كبيره بيرجع طبعا يرفع، لان جسمه حساس للقصه دي. ماشي. طيب هنا عندي بقى دي اول تركايه. اول تركايه ان انت تعلى بسيط، يبقى العلاج بسيط. فوق ال 2.9 من حق الدكتور يكتب لك علاج سكر وما تتضايقش. هترجع للطبيعه، هترجع ان شاء الله لو التزمت. الحاجه بقى الثانيه والسؤال المهم، مين من الحضور، الساده الحضور والجمهور العريض، لما بياكل حاجه مسكره بيدوخ؟ لما بناكل حاجه مسكره بندوخ. انتوا اكتر من كده، خليكم شجعان. الجروب اللي فات كله كان بيدوخ، حتى الرجاله بدات تشك فيهم. هو حد يرفع ايده هنا؟ انت بترفع ايدك على العوض من العوض. وهنا ورا، ما انتوا ما بتدوخوش هنا. انتوا خايفين لما كنت حامل بس. ماشي. وانت كمان. المهم الشكوى دي متكرره وعند ناس كتير، يعني لو مش انتوا يبقى الحمد لله ربنا يعافيكم. الفكره ان ده بيحصل كتير وخاصه في الفيميلز، ولكن ممكن يحصل لنا كميلز، ممكن يحصل بس بايه؟ بنسبه اقل شويه. لما سالناهم وعملنا سيرفي، انت شكيتي في ايه؟ اول حاجه قالت لك شكيت ان عندي سكر، بس حللت اكتر من مره ما طلعش عندي. فلما استشرت الاطباء قالوا لي ان ضغطك بيوطى لما بتاكلي سكريات. صح كده ولا كان في تفسير تاني؟ لو حد كان عنده سبب تاني يقول. هو ده السبب. السؤال بقى، ضغط ماله ومال السكر؟ بيوطى ليه لما اكل؟ ايه اللي مضايقه يعني؟ عايز اديله حته مثلا ولا كان عايز ايه؟ هي الفكره عشان تفهمها، ان السكر بيتعامل، او الانسولين بيتعامل مع الفيميلز، عشان ما تنسوش بس، كانه خطيبها مثلا. انا هغير لك المثل المتفصل عليك بس كانها خطيبتك. تمام. ازاي؟ بيغير عليها يا عم. انا حساس ضد السكريات يعني،
لو هي كانت حته جاتوه فدخلت على هيئه سكر، اللي يقول لك بس يا عم عندك انت مين؟ انت مين يا استاذ؟ جاي تعمل ايه هنا؟ فيعمل ايه؟ بدل ما كان بيطلع مثلا كوحده او وحدتين عشان يحرق السكر ده خلال ساعتين ثلاثه، يقوم طالع بكميات اكبر ويجيب اصحابه عشان يدغدغوا مين؟ السكر ده. فاللي حصل اول ما تاكل السكريات نسبته ترفع من 70 مثلا ل 150 بسرعه، فالخلايا كلها شافت السكر اللي جاي ده كانه ايه؟ واد كده شعر اصفر وعينيه خضراء وحلو، فقالوا بس فرجت يا عم كلنا هنتروق. ووعدنا كل الخلايا بتاعت الجسم ان هي ايه؟ هتتروق. ليه؟ في صفقه سكريات جايه. فالانسولين ما عجبوش الكلام، هو انا هفق؟ ده انا هكسره واخلصه مش في ساعتين، هو 5 دقايق. تمام؟ ليه؟ طالع بكميات كتير جدا. فقام طالع ومكسر السكر بسرعه، فهبط تاني من 150 لحد 80 بسرعه. فحصل للجسم زي شوك كده، كانه هبوط سكري لمريض سكر خد جرعه زياده. عارفين انتوا القصه دي؟ خدت جرعه زياده تلاقي ان الخلايا ما وصلهاش جلوكوز، فحصل لها ايه؟ زي شوك. الشوك ده بيقوم مترجم لاشاره للمخ يقول له الحق، في هبوط سكري عنيف، فاتصرف يا معلم. يقول لك بس انا اقوم موطي الضغط، فاللي كان السكر ده ضغطه يوطى فيقع. فلما يقع يعمل ايه؟ انا قلت بقى للخلايا ما تقلقوش ما تقلقوش انا هحميكم، بس انا في الحقيقه كمخ بحمي نفسي انا الاول، انا عايز الدم ده يوصل لي بكميات اكبر للمخ. تمام؟ ووطي الضغط يوم البيه مشطح او الهانم تقوم مشطحه. واحنا عارفين ان احنا في مصر اول حاجه بنعملها في الهبوط ايه؟ نرفع الرجل طبعا عشان نلحق. فالدم يروح بكميات اكبر للمخ فياخد السكر اللي هو عايزه، وبعدين يبدا يوزع الدنيا تاني ويرجع الضغط للطبيعي، لان ما عادش محتاج الحركه دي. لعبه بيعملها عشان يحمي نفسه. فدي السايكل ببساطه. هو الضغط بيوطى فعلا، بيحصل، ولكن نتيجه ان انت عندك حساسيه انسولين. خلاص؟ حساسيه الانسولين دي معناها ان في شغل زايد للانسولين بيكسر السكر اسرع من اي وقت تاني. فبتعمل هوم اي ار عشان تشوف عندك مقاومه انسولين ولا لا، عشان بتضخ من السكريات وعملت تحليل سكر وما فيش سكر، ومستني يطلع فوق 1.9. طلع كام؟ اقل من 1 صحيح. طلع كام؟ اقل من 1 صحيح. يبقى ده تحليل ممكن يفيدك برضه. تصوم من 6 ل 10 ساعات تعمل التحليل ده في المعمل. لو طلع اقل من 1 تاكد ان انت عندك ايه؟ حساسيه انسولين. طبعا ده مش قوي في التشخيص بنسبه 100%، ولكن بيوصل ل 90 مثلا في المية او 85 من الحالات بتظبط مع الاعراض وخلاص بنبقى عارفين كده. حلها ايه؟ اتفضلي. قبل ما بتاكلي ولا اول ما تاكلي؟ بعد ما بتاكلي بتهبطي. حاولي بقى تقللي النشويات في اكلك، لان ممكن تكون نفس النظريه. طيب لو قللت النشويات وبدأ الموضوع ده يكمل، يبقى عندك مشكله في المعده مع الارتجاع ده اللي بيعمل هبوط. دول اشهر سببين يعني، بس قليل النشويات. ساعات بيبقى قولون، بس ده سبب اقل شويه لكن موجود برضه. اي تقلصات بتنشط الجهاز العصبي اللا ارادي وبيعمل موضوع الهبوط ده. تمام؟ كده مفهوم يا جماعه قصه حساسيه الانسولين ومقاومه الانسولين؟ طب مفيده ولا اي كلام؟ مفيده.